سريعا بس عشان الراديو. اسالك سؤال تاني، مين اللعيب اللي انت مضيته شخصيا وما جبتهوش وندمتوا عليه؟ ده كتير بقى. لا قول لي في اسامي. في احمد الشيخ. تمام. حسين السيد. تمام. حسين السيد مضى للزمالك. حسين الشحات. لا، احمد الشيخ، حسين السيد، طبعا محمد هاني كان في اتفاق معاه لبقرات النادي الاهلي. رمضان صبحي كان في اتفاق معاه، لكن احدى اعضاء مجلس اداره الزمالك بوظه وما صير بالليل في وسط اهلاويه، وزع الخبر اللي انا بكره الصبح همضي مع رمضان صبحي. يعني انت لا واحده بقى والنبي. سنة. واحده والنبي. انا كنت عارف الموضوع ده. يعني انت كلمت رمضان ورمضان وافق على ساعه ما كان عقده بايظ. رمضان وافق. رمضان كان عقده بايظ ومتفق مع احمد سمير، ومقعد مع احمد سمير في المنتخب الاولمبي معاه، وبنقعد نتكلم، وكل يوم نتكلم في التليفون بالليل، وكان المعسكر ينتهي تاني يوم الصبح، ومخلص معاه الساعه 1 بالليل. انا كان يوم قبله بعد المعسكر. احدى اعضاء مجلس الاداره المسؤولين جدا قعد في سهره مع اهلاويه بالليل، حكى القصه دي كلها. الساعه 2:30 كان مندوبين النادي الاهلي في المعسكر بتاع المنتخب الاولمبي بتاع كابتن حسام البدري بيبضوا رمضان صبحي بالعقد الجديد. طيب بالنسبه لمحمد هاني. محمد هاني كان في اتفاق بس والدته اعترضت. عمرو جمال. لا، لم يحدث. لم يحدث. لعيبه تانية اخرى غير النادي الاهلي كنت اتفقت مع مين؟ في طبعا كان عمر سعد. عمر سعد طبعا لنادي الزمالك دفع ضريبته كبيره جدا سنين. كان تكلفته 1.5 مليون في 1.1 عقده، كان هو فري. بعد كده نادي الزمالك صرف حوالي 30 قد فلوس عبد الشافي، صرف على ثمنها اكتر من مره، وجاب اكتر من باك ليفت. كان ممكن النهارده واحد اللي هو محمد علي الجمعه وعلي فتحي وكده وشريف علاء. كل بتاع 4 لعيبه. يعني النهارده الفلوس اللي صرفت على عبد الشافي كان ممكن النهارده كنا خلينا عبد الشافي. ده احنا ما شوف عبد الشافي جاب ايه، وجبنا لعيبه مكان عبد الشافي بديه. طيب